أصل الخناقة بين تامر حسني وعمرو دياب وسر خطير ورا خلاف النجمين. الستات كلمة السر في الحرب الباردة بين أكبر اسمين في الوسط الفني. القصة كاملة لخلاف الهضبة ونجم الجيل من منافسة الألبومات للخناق على الترند والصدارة. في واحدة من أكتر لحظات الوسط الفني حساسية حصل خلاف جديد رجع الحرب الباردة بين أكبر اسمين في الوسط الغنائي، تامر حسني وعمرو دياب، نجمين من العيار التقيل زي تامر حسني وعمرو دياب. الخلاف بينهم قلب السوشيال ميديا، وده ما كانش خلاف على ألحان أو كلمات أغنية، لكنه كان بسبب الشو والترند وهيبة كل نجم قدام جمهوره. فكان بوست واحد للهضبة كافي يخلي تامر يخرج عن شعوره ويرد برد ناري ويعيب على الأستاذ الكبير ويقول إزاي يضلل الجمهور ويقلل مني، علشان يطلع الجمهور بأسئلة كتير: هل عمرو دياب كان قصد يضايقه، ولا تامر غيران من نجاح ألبوم الهضبة، ولا في أسباب تانية خفية؟ القصة إن عمرو دياب نشر صور على حساباته الرسمية بيظهر فيها ترتيب الأغاني، واللي كان باين فيها إن ألبوم ابتدينا متقدم على باقي الألبومات ومن ضمنها ألبوم تامر. وتامر كتب: مش طبيعي شوية لما فنان كبير أنا بحبه وبقدره ينزل صورتي في الستوري بكذا طريقة إني رقم 4 وهو عارف إن ألبومي مش كده. والدليل ترند اليوتيوب اللي ألبومي كان متصدره من أول يوم، وناس كتير بعتولي النتائج دي لكن أنا ما نشرتهاش. الترتيب بيتغير وكل الفنانين ليهم احترامهم. وقال: ألبوم لينا معاد تعبت فيه والناس بتتكلم عنه بكل خير وده المهم، وأنا لما كنت رقم 1 أول أسبوع وأغنية كانت متقدمة احترمت النجم الكبير وما نشرتش أي حاجة ممكن تتفهم إنها مقارنة أو تقليل. الهضبة أكبر من كده ومش محتاج يثبت حاجة، وفي الآخر باركله على ألبومه. تامر كتب الكلام ده قبل دقايق من حفلته بالعالمين، لدرجة إنه اتأخر عن الحفلة بس علشان يرد الاعتبار لنفسه قبل ما يطلع للجمهور، وده خلى عمرو يرد من غير كلام مباشر بنشر صور لحفل الرياض وترتيب أغانيه على سبوتيفاي من غير ما يذكر تامر، بس الكلام وصل. وبسبب بوست تامر ينعاد التاريخ تاني ويتجدد خلاف عمره 20 سنة، ويرجع جمهور الاتنين يتكلم عن الموضوع ويفتكروا الخلافات اللي حصلت من أول ما تامر بدأ مشواره سنة 2003. وكان أول خلاف فني بين الهضبة ونجم الجيل سنة 2005 لما تصدر الهضبة استفتاء قناة النيل للمنوعات كأفضل مطرب في الوقت اللي تم اختيار أغنية تامر حسني قرب حبيبي أفضل فيديو كليب. ووقتها تم دعوة النجمين لحفل مشترك لتسليم الجوائز، لكن اعتذر عنها عمرو دياب. بعدها الأمور اشتعلت أكتر وحصل أكبر خلاف بين النجمين في 2006 بعد حبس تامر في قضية تزوير مستندات الخدمة العسكرية، واللي وقتها في ناس قالت إن عمرو هو السبب. وعلى مدار سنين ظهرت تصريحات غير مباشرة من كل طرف بيهاجم التاني، لكن الجمهور كان الطرف الثالث. صحيح ما كانش فيه سوشيال ميديا ولا انستجرام ولا فيسبوك، بس كان الإعلام مركز على خلافات النجمين. وفي نفس السنة كبرت الخناقة بين تامر وعمرو بعد استفتاء عملته إذاعة نجوم FM عن أفضل أغنية في القرن ال21 بين أغنية عيونه دار لتامر وقصاد عيني لعمرو. ومن وقتها وتامر وعمرو بقوا يتعمدوا يصدروا ألبوماتهم في نفس الوقت، وده خلى المنافسة بينهم قوية جدا. البداية كانت سنة 2007 حين أصدر تامر ألبوم يا بنت الإيه أول ما خرج من السجن، فرد عليه عمرو دياب بعد شهرين بألبوم الليلة دي. وكرروا نفس الحركة في 2011 لما عمرو نزل ألبوم بناديك تعالى وتامر نزل ألبوم اللي جاي أحلى. وفي 2014 نزل عمرو ألبوم شفت الأيام وورا تامر ب180 درجة. وبعد كل السنين دي رجع النجمين يتنافسوا بقوة مرة تانية، عمرو بألبوم ابتدينا وتامر بألبوم لينا معاد. ورغم محاولات ناس كتير للصلح بينهم، لكن الزعيم كان أول واحد ينجح في لم شمل عمرو وتامر لما تقابلوا في أوضة النجم أحمد السقا بالمستشفى بعد وفاة والدة صلاح السقا. ووقتها اتدخل النجم عادل إمام للصلح بينهم لأول مرة، وتاني مرة اتقابل فيها النجمين وهم سمنة على عسل، كان في فرح أحمد عصام الممثل لما غنوا سوا يا أنا يا لأ. ومن الواضح كده إن الرجالة قدروا يصالحوا الهضبة ونجم الجيل، لكن الستات كان ليها دور تاني مختلف تماما. من أول شيرين اللي ضيعت مجهود الزعيم كله بزلة لسان وقالت في فرح عمرو يوسف مصر ما فيهاش غير تامر وحمائي، والتاني راحت عليه كبر خلاص.
وده سخن الدنيا بينهم مرة تانية. ومن شيرين لدينا الشربيني لبسمة بوسيل، كل ست منهم كان ليها دور مختلف في تصعيد الخلاف بين النجمين. وهنا الجمهور رجع بالذاكرة لسنتين ورا لما تامر حسني عمل حركة قلبت السوشيال ميديا وجاب دينا الشربيني بطلة معاه في فيلم تاج، وده كان بعد انفصالها عن الهضبة بفترة قصيرة جدا. أول ما صور الكواليس نزلت الجمهور لقى ضحك وتهريج بينهم يخلي أي حد يفهم غلط، والإشاعة اشتغلت فوراً هو في ما بينهم حاجة. لكن دينا طلعت بسرعة وقالت يا جماعة مفيش غير شغل وبس وما تصدقوش. عدت سنة وظهرت بسمة بوسيل طليقة تامر اللي قررت تعمل لقطة تغيظ بيها الإكس، واتصورت مع عمرو دياب بنفسها في الساحل، والصورة لفت الدنيا والكل قال واضح إنها عايزة تغيظه، وناس تانية قالت إن فعلا عمرو كان بيغازل بسمة. لكن تامر ساعتها طنش ومردش. وهنا بقى دخلت مي حلمي على الخط وفضحت بسمة في هجوم ناري، وطلعت في فيديو على حسابها بالفيسبوك وقالت الست اللي تتلزق في عمرو دياب بتكون رخيصة، هي بتعمل كده علشان تغيظ طليقها. طيب يا ستي احترمي تاريخه واحترمي ولادك، مش كده يعني احنا كلنا شايفين وانتي سحبة عيالك ورايحة تتصور، ما شبعتيش شهرة ما شبعتيش شو، وبعدين انتي مش ستايله يا حبيبتي ولا هيبصلك ولا بدماغه الكلام ده. فانا صعبان عليا انك بس بتتهميه انه بيغزلك. يغزلك فين؟ ولا عشان تغيظي طليقك فتقومي ضربة بعمرو دياب؟ مش بده، دوري على حد تاني لانك مش ستايله. وقالت كمان سمعي جوزك سمعي طليقك اللي عامل لك الكلام ده، هو اولى بقى، هو لما يشوف حاجة زي دي هيعمل ايه. وقالت موضوع التايجر باظ فنلوش بقى، وإن كان على جنينة الحيوانات الجنينة دي اللي خلتك بني آدمة. عن طاووس الذكر أتحدث. ومن ساعتها الجو ما بقاش صافي بين تامر والهضبة لحد ما جه موضوع سكرين شوت ترتيب الأغاني، وتامر حس إنها اللحظة اللي كان مستنيها فنزل الستوري اللي كلنا شفناها، والدنيا اتقلبت والجمهور رجع يشعللها من جديد. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، والكل لون حكاية.